الفيديو المنتظر اللي كلكم منتظرينه هو طريقة تلوين عجينة الريزن. زي ما انتوا عارفين انا دايما بحب اعمل تجارب كتير عشان انتوا تطلعوا بالنتيجة المفيدة ليكم وتقدروا تحكموا بنفسكم. معاكم تسبيح وتعالوا نجرب مع بعض نلون عجينة الريزن. هنلونها بايه؟ هنعمل مع بعض اكتر من تجربة على اكتر من خامة كمان. هنجرب نلون بالالوان الاكريليك زي ما هو قدامكم، هنجرب كمان مركزات البوية ودي موجودة في محلات البوية عادي جدا واللي بتستخدم للجبس. في كمان البيجمنت الابيض بس الصراحه انا ما جربتوش. هنجرب مع بعض الالوان الكحوليه، هنجرب كمان الالوان المايكا بطريقتين مختلفين. وكل الالوان دي احنا هنجرب على عجينه النشا وكمان عجينه الماليزي اللي هي الجبس بالنسبه لكم، يعني هو الجبس نفس الماليزي يا جماعه. خلاص طيب تمام. معايا حبه قوالب علشان هصب في ايه او هحط العجينه بتاعتي في ايه، ومعايا طبعا الريزن. انا قررت الصراحه استخدم الريزن القديم اللي عندي اللي هو المصلب بتاعه مصفر، علشان خاطر هي كلها تجارب عشانكم. فما هقدرش الريزن بتاعي الحلو. فعلشان انا حابه اعمل لكم زي ما انتم متعودين تجارب كتير نطلع بنتيجه، كل واحد يحكم بقى براحته. فهو ده الريزم بتاع التجارب بتاعي، فور التجارب بتاعي. اللي انا عملته طبعا جبنا الميزان مقفول، حطينا عليه كوبايه فاضيه، رحنا حاطين حبه الريزن اللي احنا عاوزينهم ونطفي الميزان نفتحه تاني ونحط ايه حبه المصلب اللي احنا محتاجينهم. تمام كده. بصوا لو لقيتوا ان في مقطع بس اتعاد لان انا مصوره الفيديو ده على 3 ايام لان كنت بعمل تجارب الالوان كذا مره. فما تستغربوش يعني. تمام. المهم ان احنا بعد ما نحط كميه الريزن اللي احنا عاوزينها نحط كميه المصلب. طب النسبه ايه؟ النسبه ترجع لنوع الريزن بتاعكم. ولو انتوا لسه جداد يا جماعه في استخدام الريزن لازم تشتغلوا في مكان مفتوح، في قصدي يعني مكان تهويه جنبكم، بعاد عن الاطفال، ولابسين جلافز جوانتي ولابسين كمان كمامه لان الريزن فيه خطوره شويه. تمام. طيب اللي انا عملته انا هنا ايه؟ ان انا وزنت مجموعه من الريزن نسبه يعني من الريزن تقريبا كان 30 جرام. بدات ان انا اقسمهم على 3 كوبايات او 4 يعني حسب ما انا فاكره، انا قسمتهم على كوبايات. خلاص. وطبعا الافضل انتوا ما تعملوش كده، انا عملت كده لان انا كنت بعمل تجارب كتير. انما الافضل ان انتوا بعد ما تخلطوا الريزن تشتغلوا عليه على طول، ما تسيبوش الريزن يتقل. تمام. لان تقول الريزن بيأثر كمان معانا في العجينه، فاحنا بنخلط الريزن نشتغل بيه على طول. انا هنا كنت بقسم الريزن وبوزنه. ليه؟ عشان احنا بنوزن الخليط بتاعنا لما بنعمله. احنا بنعمل النسب بتاعتنا ايه؟ لو بنشتغل نشا هنبقى 1 ريزن خليط ريزن و2 قدامه نشا. تمام. طيب انا اول حاجه هنا قررت ان انا اجرب لكم المايكا بطريقه تحفه يا جماعه، ان احنا نلون القالب نفسه. خلاص. احنا بنعمل الحركه دي مع الجبس وممكن نعمل الحركه دي برضو ساعات مع الريزن، فاتوقع ان هي هتبقى حلوه. ده اللي احنا هنشوفه في الاخر، وكملوا معايا الفيديو ما تنطوش اي حاجه علشان في النص في رغي الكتير الوحش ده بقول ساعات معلومات مفيده كده، فنصيحه مني كملوا معايا الفيديو كله. تمام. فانا قررت ان انا اجيب الوان المايكا ورحت قالب الدبدوبه اللي عاجبني قوي ده، ورحت دهناه كله بالمايكا كده زي ما انتم شايفين، وهرجع اعدل القالب بتاعي وامسحه مسحه كمان كده عشان ممكن يكون في حركه القلبان دي حبه من الوان المايكا راحوا ولا حاجه. تمام. وهنجهزه عشان نحط فيه العجينه. احنا هنشتغل بعجينه النشا وهنشتغل كمان بعجينه الجبس. اول حاجه بعجينه النشا واللي هي هتبقى معيار من خليط الريزن. بعد ما نقلبه حلو جدا ونتاكد ان احنا قلبناه كويس نبدا نحطه على الميزان ونروح حاطين ضعفه من النشا، وبعد كده بنقلبه بقى ونخلط عليه. انا جبت الميزان فتحته حطيت الريزن بتاعي وهبدا اجيب النشا علشان احطه. افضل حاجه ان انتوا ايه تبقوا مركزين بالوزن كده عشان ما تزودوش، لان لو زودنا الخليط بتاعكم هيبقى ناشف شويه. خلاص. فالافضل ان احنا ما نزودش. طبعا اللي عايز يعرف تفاصيل طريقه عمل الخليط اساسا او العجينه دي من الاول ارجعوا بقى للفيديو الاولاني خالص والفيديو التاني. ففي مجموعه فيديوهات انا هعمل لكم على فكره بلاي ليست او سلسله فيديوهات اسمها عجينه الريزن، لان لسه في جاي تجارب كتير وحاجات كده هتعجبكم جدا جدا، افكار مترقعه جات لي ان شاء الله هتعجبكم جدا. فاللي همه الموضوع ده طبعا لازم يشترك في القناه يفعل الجرس على اختيار كل، وشجعوني كده بكومنتات حلوه، شجعوني بلايك كومنتات.
قولوا لي انتوا مستنيين تجارب علشان انا اقدر اعمل لكم افكار جديده ان شاء الله. طبعا بنحط عليها حبه زيت بارافين بقى او زيت بيبي اويل موجود عندكم. نسيت اقول لكم حاجه مهمه، العجينه دي اساسا جايه من عند هبه، من اكونت عندها اكونت في التيك توك اسمها كرييتيف ارت هبه، هي اللي عملت العجينه واحنا بقى بنعمل التجارب. تمام. انا اللي عامله التجارب دي مع نفسي، يعني حابه انتوا عارفين كل ما بلاقي حاجه بعمل لكم عليها تجارب، تجارب عشان ما تخسروش انتوا خاماتكم. فدي التجارب بتاعتنا في الالوان. تمام. فانا قررت ان احنا نجرب على كل الالوان عشان نقدر نحكم ايه الالوان الحلوه والالوان الوحشه وهكذا. زي ما انتوا شايفين انا بعد ما خلطت العجينه بتاعتي كويس قوي، انا بحطها على مشمع عشان ما نوسخش ايدينا، وبعد كده نوسخ ايدينا يعني. تمام. لما تيجوا تعجنوا لازم تحطوا على ايديكم بيبي اويل او زيت البارافين، او شوفوا الزيت الموجود عندكم علشان تطروا العجينه وما تلزقش في ايديكم، وتبقى سهله الطلوع برضو من القالب وكده. تمام. انا اول حاجه عملتها حطيت بقى مليت الدبدوبه ونسيبها تنشف، وهنا رحت عامله الالوان الكحوليه. لو لاحظتوا ان انا حطيت نقطتين بس، نركز عشان في حاجات هتحصل خلال الفيديو. تمام. حطيت نقطتين وقعدت اعجن 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 اعجن، وتحاولوا تعجنوا على قد ما تقدروا علشان اللون يظبط. انا هنا ما كنتش عجنت للاخر وقلت قال ايه بقى، انا هخليها يعني داخل فيها الوان تانية عشان تبقى بولة الايس كريم داخل فيها اطعمة يعني فزلكه. تمام. وهنا حاولت ان انا اعجنها قوي، اخلط اللون على قد ما اقدر، هي نفس القطعه اللي انا عملتها. وقلت ايه، انا جبت القالب بتاع القلوب دوت، قالب قديم كده عندي، وقلت ايه انا اعملهم قلوب فنقدر نقيم الالوان فيها. انا في الاخر هقول لكم رايي في الالوان وحكمي على اللي انا شفته، وطبعا كل واحد حر وكل واحد لازم يكون ليه تجاربه، ما تعتمدوش على كلام اي بني ادم خالص ولا حتى انا، اعتمدوا على تجاربكم انتوا. تمام. وبرضو وجهة نظركم انتوا شايفين. دلوقتي انا قررت ان انا استخدم مركز البويا. مركز البويا ده انا جايباه من مصر، من محلات البويا عادي جدا ورخيص قوي يعني، مش فاكره سعره طبعا. تمام. قررت ان انا استخدم اللون اللي هو الاورنج، وهو عامل اورنج كموني، اصفر كموني. انا قلت ده لون البسكوت بتاع الايس كريم يعني. تمام. وبرضو ما عجنتوش قوي على اساس ان البسكوته تبقى واخده الوان. وجيت هنا رحت مزوده نقطايه كده كمان علشان اتقل اللون شويه. خلاص. وقعدت اعجن 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 اعجن. عايزه افكركم ان دي عجينه النشا. تمام. خدوا بالكم بقى من القلوب وكده علشان ما نلخبطش، عشان في الاخر هقول لكم نتيجه النشا ايه ونتيجه الجبس ايه وكل حاجه. طيب انا جيت هنا استخدمت الوان الاكريليك. في بعض الناس بتقلق من الوان الاكريليك اساسا، بس انا اوريدي في شغل الريزن ممكن احط الوان اكريليك. بتعمل ايه؟ بتسرع التصلب. يعني احنا لما نيجي نحط الوان اكريليك معانا في شغل الريزم نبقى عارفين ان احنا لو هنحط نقلب بسرعه جدا مش بسرعه جدا، بسرعه انا قصدي نقلب ونخلط ونصب على طول، ما نستناش، لان الوان الاكريليك معروف انها بتسرع تصلب الحاجه وممكن تخليها تتصلب مننا بسرعه. فاللي انا عملته، انا قررت انا هنا عجنت جبس، والجبس نسبته ايه 3:1، يعني 1 خليط ريزن قدامه 3 خليط جبس. تمام. وبرضو يا جماعه حطوا 2.5 وشوفوا، عشان ممكن يكون الجبس بتاعكم مثلا خامته حاجه، الريزن مختلف، الحاجات دي. وطبعا حطينا برضو زيت، وحطينا في ايدينا زيت، وفضلت اخلط. انا قررت ان انا الون خليط الريزن الاول بابيض علشان خاطر افتح العجينه بتاعه الجبس، وهنشوف في الاخر يا ترى هتفتح ولا مش هتفتح، ويا ترى النتيجه هتطلع عامله ازاي، حلوه ولا وحشه. كل التفاصيل دي هتشوفوها. خدوا بالكم برضو من حاجه، ان لما تيجوا تزودوا تحطوا الوان او تزودوا او كده، ده بيأثر معانا برضو ان هو يبقى يعني ايه، يعني ما تقعدوش تبنتوا ظابطين الكميه جدا وخلاص هي طريه ونروح مزودين الوان سايله كتير، ده هيخليها تسيح مننا، فناخد بالنا من الموضوع ده. انا بدأت ان انا اعمل عجينة تانية، لان طبعا انا خلاص الريزن ده حطيت عليه الابيض. انا زي ما انتوا شفتوا في الاول قسمت الريزن بتاعي على كوبايات، فانا باخد كوباية كوباية اعمل عليها الخليط اللي انا عاوزاه واروح خلطه. بس ده خلاني اغلط ان كان في بعض الاوقات ان الريزن تقل، فالافضل يا جماعة اوعوا تسيبوا الريزن يتقل قبل ما تدمجوا معاه الالوان. انا هنا خلطت مجموعة جديدة مع الجبس، وهنا بلونها الحقيقي اللي هو رمادي.
لو انتوا عارفين خليط الريزن اللي انا عملته معاكم قبل كده كتير دوت، مجرد ما الريزن يا جماعه بينزل على الجبس بيتحول لرمادي. تمام، يعني دي تفاعلات بقى كيميائيه او كده، فمهما كان بيتحول لرمادي. وانا هنا اخدت منه حته ورحت عاملاها قلب عشان نقدر نقارن بين الالوان. شايفين القلب اللي تحت ابيض ازاي والقلب اللي فوق رمادي ازاي؟ القلب الابيض اللي تحت هو اللي اتحط له الوان الاكريليك. تمام. طيب انا بقى اخدت كمان حته من عجينه الجبس دي ورحت حاطه عليها الالوان الكحوليه بتاعتي، برضو حطيت نقطتين عشان يبقى هو قد اللي انا عملته في النشا عشان نقدر نقارن بينهم صح. تمام. وهكعوره وحطيته وعملته كوره. وهجيب دلوقتي الجزئية برضو تانية من عجينة الجبس وهحط عليها الألوان المركزات البوية. طبعا المشكلة بقى الجوانتي كان داخل فيه من ألوان التريكواز، بس كنت بحاول أعجن بإيدي التانية علشان خاطر ما يتخلطش ويقلب أخضر يعني. تمام. وبعد ما عجنته كده حطيته. ممكن اكون انا في التجارب بتاعتي ما بعجنش موت، ان انا عايزه اعمل كذا تجربه، وارد يعني. طيب تعالوا بقى نعمل تجربة تانية برضو بالجبس، ان انا ادخل الوان المايكا. احنا اول تجربة عملناها ايه بالوان المايكا؟ ان احنا دهنا القالب نفسه الوان المايكا وحطينا فيه عجينة النشا. تمام. دلوقتي انا بدل ما هدهن القالب بقى، لا احنا عايزين نحط المايكا نفسها جوه العجينة ونشوف النتيجة هتطلع معانا ايه. انا حطيت هنا حبة بينك، الوان مايكا بينك في حته عجينه صغنططه، وكنت بفكر ان انا اعمل قلب الورده دوت بينك والباقي من بره موف. خلاص بعد ما عجنتها كده هروح مكعورها واحطها بقى في الحته اللي في النص دي. وبعد كده هجيب عجينة تانية بقى، حتة تانية، واحط عليها حبة الوان مايكا من اللون الموف علشان اكمل. خدوا بالكم من كمية الالوان اللي بتتحط، مهمة جدا علشان نقدر نحكم في اخر الفيديو انا رأيي ايه في الموضوع ده. خلاص. فكل واحد يركز في كل خطوة بعملها في الفيديو عشان تقدروا تحكموا صح. دي الوان مايكا زي ما انتوا شايفين اهو، وهبدأ احطها. يا ترى هتطلع عامله ازاي؟ يا ترى اخبار لمعانها ايه؟ يا ترى اخبار تكلفتها ايه؟ حاجات كتير قوي هنتكلم عليها. طبعا شلت برضو الزياده زي كل مره، انا برضو ما دمجتهاش قوي قوي علشان يعني يبقى فيها تداخل شويه في الورده، يعني يبقى فيها ايه شكل شويه معانا، وهنسيبها علشان تنشف. تعالوا نرجع. انا قررت ان انا اعمل تجربة تانية كده برضو معاكم، هشغل لكم انا اشتغلت في الموضوع ده كذا يوم، ان انا عملت خليط تاني يا جماعة بالعجينة بتاعة النشا، وقررت ان انا ازود نسبة الالوان عشان اشوف هل النتيجة هتختلف ولا لا. تمام. فانا هنا زودت البوية اكتر، المركزات البويه. شفتوا انا بعد ما حط يعني انا كنت اول حاطه اكتر، حطيت تاني. بس خدوا بالكم من حاجه، ان احنا بنزود سوائل، فممكن لو لقيتوها طريت منكم قوي زودوا معاها شويه من النشا. ايه اللي خلاني ان انا اسيب الكحول كده؟ كان علشان انا قلت ان الازرق التريكواز هيبهدل الجوانتي جدا فمش عارفه اعمل الاصفر، بس لقيت برضو ان الجوانتي اتبهدل جدا من الاصفر فمش عارفه اعمل تريكواز، فبدات ان انا اعجنها زي ما انتم شايفين كده بالمشمع ده، وبعد كده اضطريت ان انا اغير الجوانتي علشان اظبطها تاني. تمام. فضلت اعجن. طبعا انا هنا حاطه الوان كحوليه اكتر، دي برضو حاجه ركزوا في النسب، ركزوا في الكميات عشان تعرفوا اني الوان ادت معايا ايه صح. تمام. لان انا ممكن احكم على حاجه من وجهه نظري انتوا تبقوا شايفينها حاجه تانية. تنسوش يا جماعه الدعم، علشان انا والله بعمل اقصى ما عندي عشان اعمل لكم تجارب ما تخسروش انتوا خاماتكم وتقدروا تكملوا من بعدي. لان انا الحاجات دي كلها مجرد تجارب، انا مش هعمل بيها اي حاجه. طبعا مش هرميهم يعني، حاول استفيد منهم، بس انا قصدي مش مشروع في دماغي يعني. فما تنسوش الدعم، لايك وكومنت، وده دعم نفسي فظيع لي ان انا اقدر اكمل. تعالوا هنا احنا بنفتح الوان المايكا المخلوطه بالعجينه دي مخلوطه بعجينه الجبس. شايفين ازاي تداخل الالوان؟ الصراحه الالوان تاثيرها حلو، بس في حاجه مهمه جدا. اولا تاثير المايكا مش باين، يعني هل في لمعان؟ لا مفيش لمعان، انما الوان مندمجه والوان كويسه، الوان كويسه ماشي. حطينا الوان كتير فمعنى كده ان هي فيها تكلفه. تمام. هحكي لكم برضو ايه اللي هيحصل في الاخر، اصبروا عليا.
هنا الايس كريم، وطبعا الايس كريم فيه لمعه شويه جايه من القالب نفسه. تمام. الالوان اوكي. هنا بصوا شايفين الابيض طلع عامل ازاي؟ ده الابيض اللي احنا حطيناه على عجينه الجبس، اللي هو الابيض الاكريليك دوت اللي على النشا، ده الوان كحوليه على النشا. هقارن بينهم بعد كده جنب بعض. ده لون الجبس العادي، شايفين بقى لون الجبس العادي اهو، ولما حطينا له الابيض الاكريليك بقى فاتح ازاي، واللي جنبه ده لون الكحول على الجبس. انا هنا بصوا بحاول احط لكم ان الدبدوبه الجبس جنبها الفريق بتاع الجبس، الدبدوبه الكحول هيبقى جنبها فريق الكحول. هنا برضو شايفين اللون النجمه دوت الالوان المركزات البويه، والقلب مركزات البويه، القلب على النشا انما النجمه على الجبس. شايفين فرق اللون؟ بصوا بقى الدبدوبه اللي من المايكا اللي احنا دهنا القالب نفسه مايكا، شايفين بقى لمعه الوان المايكا ظاهره فيها ازاي؟ يعني الورده ما فيهاش اللمعه دي، انما الدبدوبه فيها اللمعه دي. فكل واحد يفكر هو عاوز يطلع قطعه عامله ازاي، او هو هيعمل ايه، ويا ترى تكلفه مين اكتر. طبعا تكلفه خلط الوان المايكا مع العجينه اكتر من ان احنا نمسح القالب بس، يعني مجرد مسح القالب ما بياخدش كمية زي دي. تمام. طيب انا هنا كنت التجربة التانية اللي انا عملتها، بصوا لما زودت اللون اكتر، الاتنين على نشا، بس في واحد زودت فيه اللون اكتر واحد اقل. دول برضو الاتنين دول على نشا، بس انا زودت كمية اللون هنا اكتر. برضو ده الابيض. برضو لو لاحظتوا حاجة يا جماعة، ان هنا برضو كنت بقيت عجينه بيضه وحطيتها وعملت ايس كريم، واللمعه زي ما قلت لكم من القالب. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى النتيجه او الملخص، وانا هقول لكم رايي وهستنى يا جماعه رايكم. انا عايزه اعرف كل واحد رايه اني الوان احسن او هيعمل ايه يعني. تمام. هنا دلوقتي دي النشا ودي المجموعه بتاعت النشا. طبعا القلوب اللي على اليمين هي نسبه اللون كانت اقل، واللي على الشمال الايه اتقل. التريكواز ده الوان كحوليه، والاصفر دوت الوان مركزات بويه. الدبدوبه البينك دي اللي هي مدهون القالب بالمايكا والورده مخلوطه. الجبس هتلاقوا فيه قلب ابيض، القلوب البيضه دي محطوط عليها الاكريليك، والالوان القلوب التانية زي ما قلنا ان الكحول هو الازرق اللي هو التريكواز، والنجمه هي بالمركزات البويه. شايفين هنا الالوان مديه شكل في النشا غير في الجبس، يعني زي القلبين دول، القلب اللي على اليمين دوت من النشا، والقلب اللي على الشمال ده من الجبس، بس اللون ناطق اكتر على النشا لان النشا فاتح. تمام. برضو في الاصفر شوفوا ده اصفر كموني قوي اللي هو على الشمال دوت، انما الاصفر اللي على اليمين ناطق واحلى. انا حاسه ان الالوان الكحوليه ما اندمجتش قوي في العجينه، غير برضو ان هي تكلفه. الوان المايكا اندمجت حلوه قوي، واللي برضو ممسوح بيها القالب، بس طبعا تكلفتها هتبقى عاليه. في الوان باودر بتتباع عند الموان وكده، ممكن تجربوا ان انتوا تجيبوها. والالوان مركزات البويه كمان ادت نتيجه حلوه. ده من وجهه نظري، انتوا شوفوا من وجهة نظركم ايه، والتجارب اللي انتوا هتعملوها ايه، ويا ترى تكلفة الالوان ايه. انا حاسة ان مركزات البوية نتيجتها حلوة وتكلفتها كمان قليلة، وكمان الوان المايكا لما نمسحها من القالب هتبقى حلوة. حاولوا تشوفوا الوان الباودر اللي عند الموان دي عاملة ازاي، فتعمل معاكم نتيجة حلوة. استنوا التجارب الجديدة. سلام عليكم.